ألونسو. فالفيردي لم يرفض شيئا وبلينغهام لا غنى عنه. بلينغهام 3 أسماء ثقيلة خارج قائمة الأسود الثلاث. نقلة نوعية. جولر يعيد اكتشاف نفسه بعد عودة أنشيلوتي الزائفة. السلام عليكم ورحمة الله مشتركين ومشاهدين قناة زول مدريد، ورجعنا لكم بطائفة إخبارية مدريدية سريعة. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسى أن تدعم أخوك الزول بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شاركت المقطع في الجروبات وهيا بنا للتفاصيل. فالفردي لم يرفض شيئا وبلينغهام لا غنى عنه. عقد المدير الفني لريال مدريد تشافي ألونسو مؤتمرا صحفيا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. المؤتمر حمل الكثير من الرسائل الفنية والنفسية من المدرب الإسباني الذي حرص على التأكيد بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، خصوصا بعد الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد 5-2، وإن مواجهة الغواصات الصفراء تحتاج إلى تركيز جماعي وفردي. المدرب أبدى احترامه الكبير لفياريال الذي يتميز بقدرات هجومية هائلة ومرونة تكتيكية، مؤكدا أن ريال مدريد بحاجة إلى أن يكون في قمة تركيزه لحصد النقاط الثلاثة قبل فترة التوقف الدولي. يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، فيمتلك فياريال 16 نقطة في المركز الثالث. وقال ألونسو: لعب على أرضنا أمام فريق يمر بفترة جيدة، علينا أن نودي بمستوى كبير جماعي وفردي لأن مثل هذه المباريات مهمة. وأشار إلى التفاهم مع الأجهزة الفنية للمنتخبات يساعد على تجنب الإرهاق والإصابات للفترة المقبلة، وهو أمر بالغ الأهمية في موسم طويل ومعقد. ومن ناحية ثانية اعتبر ألونسو أن نجم وسطه فيدي فالفيردي يجسد روح الفريق بقدرته على اللعب في أكثر من مركز دون احتراط، يمنحه قيمة استثنائية في التشكيلة. وأوضح ألونسو أن فالفيردي جاهز لمباراة القصد مثل الجميع، نحن نعرف مدى أهميته ونريد أن ننهي هذه المرحلة بفوز. لم يخبرني أي لاعب قط بأنه لا يريد اللعب في مركز معين، جميع اللاعبون متعاونون للغاية. كما تحدث ألونسو عن علاقته الخاصة بفالفيردي قائلا: نكون قريبين دائما في التحضيرات المباريات والاحتفال، لقد لاحظت دائما الثقة التي يضعها اللاعبون بي ومعرفتهم بما ينتظرنا. وحول كيفية التعامل مع شخصيات النجوم أوضح: نحن محظوظون لأننا نقضي وقتا طويلا معا ونستطيع التحدث كثيرا وتصحيح الأمور. أشعر أن الفريق هو الأهم وكل لاعب سيحصل على لحظته. واعتبر ألونسو أن النجم الدولي الإنجليزي جود بلينغهام قطعة لا غنى عنها في مشروعه الفني، مشيدا بعزيمة اللاعب ورغبته المستمرة في التطور. أبرزهم بلينغهام 3 أسماء ثقيلة تغيب عن قائمة الأسود الثلاث. أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا اليوم الجمعة قائمة اللاعبين التي ستنضم لمعسكر الأسود الثلاث خلال شهر أكتوبر تشرين أول الجاري. توماس توخيل ومنتخب إنجلترا لخوض مباراة ودية أمام ويلز يوم 9 أكتوبر، وبعدها ب5 أيام سيحل ضيفا على لاتفيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقوم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة 11 برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، محققا العلامة الكاملة حتى الآن. يليه منتخب ألبانيا 8 نقاط، ثم صربيا 7 نقاط من 4 مباريات. بينما يحل منتخب لاتفيا رابعا في الجدول الترتيب المجموعة 11 برصيد 4 نقاط. من قائمة خيارات توماس توخيل للمعسكر أكتوبر أسماء بارزة مثل جود بيلينغهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني، وجاك جريريس نجم إيفرتون المعار من مانشستر سيتي لنهاية الموسم الجاري والفائز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي خلال أغسطس آب الماضي، إضافة إلى فيل فودن لاعب مانشستر سيتي والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم قبل الماضي 2024. القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا في الأول من يناير
كانون الثاني بالعام الجاري 2025 خلفا للمدرب إلي كارسي الذي تولى مهمة بشكل مؤقت بعد الاستغناء عن جارس سورتجيرت عقب خسارة نهائي يورو 2024 بألمانيا أمام إسبانيا بنتيجة 2-1. ورحل جارس سورتجيرت عن قيادة منتخب إنجلترا بعد الفوز بالميدالية الفضية في آخر نسختين لليورو، كما حل رابعا في مونديال روسيا 2018 بينما ودع من دورة الثمانية في كأس العالم الأخيرة قطر 2022. وغادة توخيل منتخب إنجلترا في 6 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل خسارة وحيدة، وسجل الفريق 14 هدفا بينما استقبل مرماه 3 أهداف. نقلة نوعية. جولر يعيد اكتشاف نفسه بعد عودة أنشيلوتي الزائفة. بعد صمت لنحو عامين منذ وصوله إلى ريال مدريد، خرج النجم التركي الشاب أردا جولر ليعبر للمرة الأولى عن مشاعره أمام الإعلام الإسباني. يوم تقديمه في البرنامج ظهر جولر أمام الميكروفونات بابتسامة عكست سعادته بالحاضر، مؤكدا أن هناك الكثير من أردا لم يشاهده الجمهور بعد، وإنه اليوم يشعر بسعادة أكبر بعدما وجد نفسه مجددا داخل المستطيل الأخضر. اللاعب التركي لم تكن محل الشك منذ انضمامه للبرنجي، إلا أن بدايته في العاصمة الإسبانية لم تكن سهلة. الإصابات المتكررة، غياب الدقائق الكافية، والنظام اللعب الذي لم يفسح له المجال للتعبير عن قدراته، فقد اكتفى جورر بمشاهدة مباريات فريقه عن دكة البدلاء وهو يحمل في عينه الرغبة في اللعب. لكن أيضا مع بداية الموسم الثاني داخل الملكي بدأ وكأن الأمور قد تتغير بشأن اللاعب أردا جولر. وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقتها: لقد وصل بحال رائع، عمل بجد في فترة الإجازة، أصبح أقوى وأكثر جاهزية، ستكون له هذا الموسم أدوار أكبر بكثير من السابق. رغم ذلك لم يحصل جورر على ثقة المدرب عود أنشيلوتي في قناة الكلمات، فيما ظل اللاعب الشاب في نقطة الصفر دون أن يتحقق التغيير المنشود مع منتخب بلاده في يورو 2024، وأثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية في أن معاناته في ريال مدريد لم تنتهي. لكن القدر كان يقبل جورر فرصة ذهبية، حيث أن وصل تشافي ألونسو إلى الجهاز الفني غير كل شيء. المدرب الإسباني الشاب الذي يعرف جيدا كيف يقرأ كرة القدم بعين مختلفة أدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن اللاعب يحتاج إلى ثقة، وقت ومساحة ليعبر عن نفسه. ألونسو يتردد في المراهنة على جورر وحوله من مجرد صانع ألعاب حر إلى لاعب وسط متكامل قادر على الربط بين الخطوط، قيادة الإيقاع، وتنفيذ الواجبات الدفاعية إلى جانب لمسته الفنية المميزة. ومنح له خريطة جديدة ليعيد اكتشاف نفسه، من فنان يبحث عن الحرية إلى مهندس يضبط إيقاع اللعب ويوازن بين الإبداع والانضباط. مما ساعد اللاعب لهذا التحول ليس القرارات ألونسو فقط، بل أيضا شخصية جورر نفسها. فقد أكد الألماني المعتزل توني كروز قبل سنوات أن اللاعب التركي من أولئك الذين يسألون باستمرار كيف تفعل ذلك، مشيرا إلى أن تعطشه للتعلم يجعله مختلفا عن بقية اللاعبين الشباب الذين يظنون أنهم يعرفون كل شيء. فهذه الرغبة الدائمة في التعلم والتطور جعلته يتقبل أدواره الجديدة بسرعة ويتحول إلى قطعة أساسية في مشروع المدرب الإسباني. النتائج لم تتغير في الظهور، فبعد 15 مباراة لعبها تحت قيادة ألونسو، منها 13 أساسيا، سجل أردا جولر 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، كما خلق 31 فرصة محققة بين 8 فرص كبيرة لزملائه. هذه أرقام تؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لم يعد مجرد موهبة واحدة، بل أصبح ركيزة مؤثرة في الأداء الجماعي لريال مدريد. ومع إعادة اكتشاف جولر لنفسه نوصل يا حلوين إلى نهاية هذه الطائفة الإخبارية المدريدية السريعة. نرجو أن تكون نالت رضاكم واستحسانكم، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى أن تدعم أخوك الزول بالاشتراك في القناة والمساعدة في الجروبات. والسلام عليكم ورحمة الله.